دايما بسمع ان المطلقة مظلومة في مجتمعنا. محدش بيرحمها لا قريب ولا غريب. بس اللي حصل لي انا كان مختلف تماما. لما عرفت ان العريس اللقطة ده عايزني انا رغم كل ظروفي الصعبة، بس بعد ما اتجوزته عرفت السبب الحقيقي ورا اختياره ليا. ويا ريتني ما عرفت. انا نهلة، حكايتي بدأت من زمان قوي لما اتأخرت في الجواز وما كانش في حد بيتقدم لي، وبعدها اضطريت اوافق على اول واحد خبط على بابي. انسان غريب بمعنى الكلمة. استحملت وجيت على نفسي كتير قوي وانا معاه لغاية لما عدت اول سنة جواز، وكنت في قهر وظلم، واللي زاد وغطى اني كمان ما حملتش، وبدأت اتعالج واعمل عمليات وبرضه ما حصلش نصيب. وفي يوم جوزي واخته دخلوا عليا شقتي، واخت جوزي قالت لي: اسمعي بقى يا نهلة، احنا يا حبيبتي عملنا اكتر من عملية عشان موضوع الخلفة وبرضه ما بيحصلش نصيب، وانت عارفة ان العيب منك مش من اخويا. الحمد لله، وبصراحة بقى اخويا عايز يفرح بعايل من صلبه، وانت يا حبيبتي ارض بور ما بتطرحش. قلت لها: انت مالك يا رندا باللي بيني وبين جوزي؟ رد عليها يا فريد وقول لها ما تتدخلش بينا. لقيت فريد قال لي: اختي عندها حق، وانا خلاص زهقت ودفعت فلوس قد كده عشان تخلفي حتة عيل، وعملت اللي عليا، وانا يا بنت الناس مش هقدر افتح بيتين، وعشان كده لازم اطلقك. قلت له بقى كده: طيب بما انك خلاص بيعني انا هاخد حاجتي وهمشي. لقيت رندا اخته قربت مني وقالت لي: انسي انك تاخدي اشياء من الشقة يا حبيبتي، اعتبري حاجتك دي تعويض عن كل المصاريف اللي اتدفعت فيكي على الفاضي، ويلا امشي اطلعي برا. ولاني كنت لوحدي ما قدرتش اخد معاهم لا حق ولا باطل، وروحت على بيت اهلي. ولقيت امي قالت لي: خلاص يا بنتي، نصيبك، هنعمل ايه؟ وبعدين الحمد لله انه ظهر على حقيقته وانه انسان غدار. عايزاكي تتأكدي يا بنتي ان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، واكيد ليه حكمة انك ما تخلفيش من فريد. كفاية انه كان بخيل وبيطلع اسرار بينكم لاخواته، وبيخليهم يتدخلوا في كل تفاصيل حياتكم. اهدي يا حبيبتي، اهدي وفكري في اللي جاي، وبيت ابوكي مفتوح لك، واياكي تزعلي على حاجة ما تستاهلش. ياما ناس خلفوا عيال وكبروهم واخرتها عيالهم قسيوا عليهم ورموهم في عز ضعفهم وفي اخر ايامهم. سمعت كلام امي اللي هداني وطمن قلبي وخلاني ابطل عياط على حالي. وعدت الايام وكل يوم حياتي بتتغير للاحسن، ونسيت فريد واهله وكل اللي عملوه فيا. وفي يوم قعدت مع ماما وقلت لها: انا محتاجة اشتغل يا ماما، محتاجة اشوف الناس واخرج. قالت لي: وماله يا بنتي، ما دامت شغلانة كويسة اشتغلي، حاجة تلهيكي وتخليكي تفكي شوية. ونزلت اشتغلت. وفي يوم وانا راجعة من الشغل لقيت ماما قاعدة مع ام كريم جارتنا، وقعدت معاهم. وفجأة دخل علينا شاب وقعد مع ام كريم وقال لها: السلام عليكم، ازيك يا حاجة، اتفضلي الأمانة اهي. وفضلت الست ام كريم تدعي له وقالت له: ربنا يكرمك يا ابني ويرحم والديك، حقيقة عرفوا يربوا شاب صالح بيتقي الله. قال لها: يا امي ده واجبي، ولو احتجتي اي حاجة بقى كلميني وانا هكون تحت امرك. ولقيت ام كريم راحت توصله، وسمعتها وهي بتقول له: بقول لك يا ابني، انا عندي بنت جارتنا مطلقة، وسبب الطلاق انها مش بتخلف، لو ينفع تعمل لها معاش او شهرية يبقى كتر الف خيرك. لما سمعتها قالت كده انا وماما اتضايقنا قوي ومشينا وعملنا نفسنا ما سمعناش. بس لقيت الشاب ده باصص عليا قوي، وام كريم كانت مستغربة احنا مشينا ليه. ولما طلعنا بيتنا قلت لها: انا يا ماما قلتلك بلاش تقعدي مع الست ام كريم دي وتقولي لها اي حاجة عننا. عاجبك كده؟ ادي خلت سيرتنا على كل لسان. ماما ردت وقالت لي: يا بنتي، انا عارفة ان الست على قد حالها وارملة وابنها ما بيسألش عنها، وانا بنزل اسأل عليها عشان واجب الجيرة. تلاقيها حبت توجب معانا بس بطريقتها. على العموم بعد كده هقلل نزولي عندها خالص، اوعي تزعلي. وعدت الايام، بس بعد اسبوع من اللي حصل لقيت ام كريم عندنا وقاعدة بتتكلم مع ماما،
وقالت لها: يا ست ام نهلة، عماد ده شاب محترم قوي وعنده 40 سنة وبيشتغل مهندس وكمان ما اتجوزش قبل كده. ماما قالت لها: بس مش غريبة انه يقعد كل ده من غير جواز يا ام كريم. قالت لها: لا عادي خالص، هي بس الدنيا ومشاغلها لهته، وبعدين ده من غير لا ام ولا اب يخلوا بالهم منه ومن حياته. اصل اهله قابلوا وجه كريم من زمان، وهو انسان كويس وخير جدا، واول ما شاف نهلة بنتك اعجب بيها وسألني عليها. قلت له انها منفصلة بسبب عدم الخلفة، ورغم اني قلت له كده لقيته اتمسك بيها اكتر، يعني هو مش فارق معاه موضوع الخلفة ده خالص. ماما قالت لها: انا عن نفسي مش ممانعة يا ابن كريم انه يجي، وانا هقول لنهلة ويا رب توافق وربنا يقدم اللي في الخير. وبعد ما ام كريم مشيت لقيت ماما فتحت معايا الموضوع وقالت لي: انا شايفة انك تقعدي معاه وبعدين تقرري ان كنت توافقي ولا لا. قلت لها: يا ماما، ما فيش ست ما نفسهاش تتجوز ويبقى في حياتها شخص يحبها، بس مين يقبل انه يتجوز واحدة مش بتخلف؟ وكمان غريبة قوي انه قعد ده كله من غير جواز. ماما قالت لي: اقعدي معايا يا بنتي، وصدقيني لو ربنا كاتب لك حاجة هتشوفيها بنفسك، اسمعي كلام امك. وسمعت كلام ماما، وبعد يومين كان عماد عندنا في البيت بيتعرف علينا. كان شاب لطيف وابن ناس، وحصل بينا اعجاب متبادل. وسألته وقلت له: طب انت ليه اتأخرت في الجواز؟ هو انت عندك حاجة تمنعك عن الخلفة؟ رد وقال لي: لا خالص، انا تمام جدا، هو النصيب مش اكتر. قلت له: انا مستغربة، وازاي مستعد انك تقضي حياتك كلها ما يكونلكش حتة عيل يقولك يا بابا؟ ليه توافق على كده وانا منفصلة وكمان مش هقدر اخلف وانت لسه شاب وعايز تدخل دنيا؟ لقيته قال لي: لاني مش فارق معايا موضوع الخلفة، وبعدين انا من اول ما شفتي كنت عند الحاجة ام كريم وانا حاسس اني مرتاح لك، وهبقى فرحان جدا لو قبلتي تتجوزيني. فرحت قوي ان في حد قابل ظروفي وعايزني وانا كده، ووافقت وقرينا الفاتحة. وبعد شهر اتجوزت انا وعماد، وحقيقي كنت سعيدة وفرحانة من قلبي. وفي يوم صباحيتنا لقيته قاعد بيجهز فلوس على جنب، وقال لي: تعالي يا نهلة، انا عايز اعرفك نظامي. انا في جزء من فلوسي كل شهر بيدخل صدقة على روح ابويا وامي، ربنا يرحمهم يا رب، وعايزك لو جرالي اي حاجة تفضلي تكملي من بعدي، ودي اسامي الناس اللي ببعت لهم الفلوس بتاعت كل شهر. قلت له: ربنا يكرمك يا حبيبي ويرحمهم، ووعدك اني هساعدك في كل حاجة زي دي. وكبر عماد في نظري اكتر، وعرفت قد ايه معدنه طيب، وانه مستحيل اخاف منه وانا في بيته، وتمنيت ربنا يكرمني واخلف منه. وعدى سنة على جوازنا، وكل شيء ماشي كويس، وحياتنا كانت هادية جدا ومفيش اي جديد. وفي يوم قعدت مع عماد وقلت له: انا عايزة اتعالج يا عماد واعمل عملية عشان اخلف. لقيته اتوتر واتضايق جدا، وقال لي: تخلفي ازاي؟ انتي مش قلتي عملتي العملية دي قبل كده مرتين وبرضه ما خلفتيش؟ وبعدين انا مش عايزة اخلف يا ستي. قلت له: ليه مش عايز تخلف؟ دي الاطفال احلى شيء في الدنيا. وبعدين يا سيدي انا نفسي اخلف، انا حبيتك قوي يا عماد، ومن كتر حب ليك بقيت ادعي في كل صلاة ان ربنا يكرمني منك بطفل ويكون فيه كل صفاتك ويطلع شبهك. لقيته تعصب قوي وقال لي: اياكي تدعي وتقولي كده تاني، انت فاهمة ولا لا؟ اياكي، انا مش عايز اخلف، مش عايز. قلت له: انا عايزة يا عماد، انا نفسي ابقى ام رغم ان الامل ضعيف ويمكن كمان يكون معدوم، بس بدعي ربنا. انت ليه متضايق من كلامي؟ لقيته قال لي: انا بقى هدخل اصلي وادعي ربنا ان احنا ما نخلفش ابدا، وافضل طول عمري كده ماليش عيل في الدنيا. اما بقى انت يا نهلة، لو في يوم لقيتك حامل انا مش هكمل معاكي، وده اخر كلام عندي. استغربت من طريقة عماد واسلوبه معايا، ودي كانت اول مرة احس اني حزينة قوي منه. بس بعد شهرين من الموقف حسيت اني تعبانة وبدوخ كتير، ورحت اكشف عشان اطمن على نفسي. واتفاجئت باخر شيء ممكن يحصل لي. لقيت الدكتورة قالت لي: الف مبروك يا مدام نهلة، انت حامل وفي شهر ونص كمان. قلت لها: ازاي حامل؟ انا مش بخلف اصلا، مستحيل، انا عملت كل حاجة عشان اخلف وكل الدكاترة اجمعوا انه مستحيل اخلف.
انت متأكدة يا دكتورة؟ شوفي تاني، أكيد في حاجة غلط. لقيت الدكتورة قالت لي يا مدام نهلة مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، كل شيء وليه وقته، وربنا بيسبب الأسباب. روحت البيت وأنا فرحانة وخايفة من رد فعل عماد، ولما روحت لقيته جه وقال لي طمنيني، عملتي ايه عند الدكتورة؟ قلت له أنا متوترة، أنا حامل يا عماد. لقيت عماد قام من مكانه وقرب عليا وعمل معايا آخر شيء كنت أتوقعه منه. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.